مرحبا، اهلا وسهلا بكم. وصفة اليوم حتكون عدة انواع من المقبلات، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ويلا نبدي بالنوع الاول. بالنسبة للنوع الاول راح اسوي التفاحية. طبعا طعمها كلش طيب وسهلة بنفس الوقت. فبالبداية راح احتاج الى تفاح قطعته مكعبات بهذا الشكل. اني خليت وياه القشور، اذا تحبون تشيلوها حسب رغبتكم. راح اضيف لها نص ليمونة، وراح اضيف لها نص برتقالة. حقلبها كل زين حتى ما يتغير لون التفاح ويعطيها طعم طيب. بعدها راح اضيف لها لهاي الكمية انا تقريبا استخدمت تفاحتين حجم وسط. راح اضيف لها ملعقتين اكل ونص من المايونيز. هسه راح اقلبها زين. طبعا انا شوية احب اخلي وياها من العصير الليمون والبرتقال، اذا تحبون تقللون شوية الكمية حسب رغبتكم. وهذا النوع الاول من المقبلات صار جاهز، طعمها كلش طيب، انصحكم تجربوها. وهسه نبدي بالنوع الثاني. بالنسبه للنوع الثاني راح اسوي مقبلات الزيتون. استخدمت زيتون منزوع النوى ومحشى بالجزر. هسه راح اضيف له جزر مبروش، وراح اضيف له فلفل ملون قطعته مكعبات ناعمه، وراح اضيف شويه معدنوس مثروم كميه كلش قليله، وراح اضيف زيت زيتون وكاتشب تقريبا ملعقتين الى 3 ملاعق اكل حسب الكمية اللي مسويها. وبالنسبة للبهارات راح استخدم فلفل اسود شوية، وراح اخلي كمية قليلة من الكمون. بالنسبة للملح اني ما راح اضيف، راح اعتمد على الملح الموجود بالزيتون لانه هاي النوعية شوية مالحة، فانتوا اذا شفتوها فاهية ممكن تضيفون كمية قليلة. هسه راح امزج المكونات سوية. هذا النوع الثاني صار جاهز. هسه راح ابدي احضر للنوع الثالث. راح احتاج بوتيتا قطعتها مكعبات وسلقتها. راح اضيف لها شويه بازاليا وجزر مسلوقين. طبعا انا استخدمت علبه وغسلتها كل زين. وهسه راح اضيفها للبوتيتا. راح اضيف لها فص ثوم واحد، هذا اختياري، اذا تحبون لا تضيفوه، بس هو يعطيها طعم كلش طيب. وراح اضيف ملعقتين اكل من اللبن، و3 ملاعق اكل من المايونيز. بعدها راح اضيف الملح، كمية الملح اختياري حسب رغبتكم. وراح اضيف حامض وشوية زيت زيتون. بالنسبة للبهارات اللي راح استخدمها، راح استخدم شوية فلفل اسود وشوية كمون. هسه راح امزج المكونات سوية كل زين الى ان تتجانس، توزع عليها كل الجوانب. بالنسبة للنوع الرابع راح اسوي الحمص بطحينة. استخدمت علبة جاهزة من الحمص. راح اضيف لها راشي تقريبا 3 ملاعق اكل من الراشي، وراح اضيف له ملعقة ونص من اللبن. راح اضيف شوية ملح وعصير ليمون، وراح اضيف فص ثوم واحد، هذا اختياري بس يعطيها طعم كلش طيب. وراح اضيف زيت الزيتون. هسه راح امزجهم كل زين. فيديو اليوم صار جاهز، ان شاء الله تجربون هاي الانواع وتعجبكم. وان شاء الله عجبكم الفيديو لا تنسون تدعمون قناتي بالاشتراك بيها وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. شكرا جزيلا لكم، مع الف سلامة.